يحتضن العراق مجموعة من الثقافات والأعراق المتباينة، وما إن تجتمع تلك الثقافات في إطار واحد يتضح لها أن تلك الاختلافات هي من وحي الأفكار، فيتيقن الجميع أنهم من أصل واحد ودم واحد. في محافظة السليمانية بإقليم كردستان يقام مهرجان الثقافات المتنوعة للمرة الخامسة، وفي هذا العام تشارك 11 فرقة من العراق ودول عربية وإسلامية أخرى لتمتع الجمهور الغفير بعروضها التراثية والتقليدية. سنشارك وسنقدم اليوم الفلكلور الخاص بمدينة كركوك المتمثلة بأربعة لوحات، هي العربية والكردية والتركمانية والكلدو آشورية، إضافة إلى مشاهد مسرحية. يأتي هذا المهرجان ضمن فعاليات عديدة تنادي بمبدأ الإنسان الواحد. الفن طبعا هو دلوقتي بقى هو كل حاجه عن السياسه، الفن يعتبر هو دلوقتي بديل السياسه، الفن بيتلاشى عن السياسه، والفن بيخليك ما تفكرش في السياسه، الفن بيخليك ده اتجاه وده اتجاه تاني خالص، وطبعا السياسيين بيدمجوا ده في ده، بس هو طبعا ده موضوع وده موضوع تاني خالص. التعايش السلمي بين الثقافات هو أسلوب حياة يدعو الإنسان لأن يراجع أفكاره حول اختلافاته مع الآخر حتى يرتقي إلى فكر أسمى يجعل من وجود المختلف أمراً طبيعياً وبديهياً.